من اكبر الغلطات اللي حصلت لما احنا كبلد فروم ماكرو برسبكتيف كنا في حته مش احسن وقت لينا. كان اي شركه عشان كان يبقى بيلاقي بديل ان هو يفند ريز يقول لك انا طالع اوبريت في اكس اوبريت في واي، لمجرد انه يعرف يلم فلوس، مش انه هو مقتنع ان هو محتاج يروح البلد الفلانيه. بالظبط. يعني بيخليك تفكر ازاي لما شركه مصريه بتوبريت هنا مثلا وعايزه تفتح بره، او ان انت عايز تنفست في شركه بره شبه الشركه المصريه اللي عندك. لا، هي ان انت تنفست شركه اوبريشن، يعني زي مثلا الاكزامبل بتاع اوسلو كاتيديس ده اسهل. بس ان انت تقول له مثلا شركه في مصر يلا نروح نفتح ماركت جديد، ده اصعب بكتير. ومش يعني على الورق ممكن يبقى شكله حلو قوي، بس على ارض الواقع هو اصعب بكتير من ما انت متخيل، بالذات لو راح تعمله اورجانيكلي بتبني حاجه من لا شيء، صعبه جدا. ولازم تبقى فاهم بقى حجم السوق والكلام ده، ونفس الوقت لازم تبقى فاهم انت بتقدم ايه مختلف. ما هو اوريدي في بلايرز هناك، صح؟ فانت جاي حد اكسترنال على ماركت جديد، انت بتقدم ايه مختلف عشان تقدر تكسب السوق ده. فهي اصعب بكتير. يعني عاوز اقول لك حاجه، احنا في شركات كنا جواها، او احنا اكشلي جواها كنا بنريكومند اقفلوا الماركتس دي واكشلي دبل داون على مصر، انك يور دوينج ماتش بيتر في مصر وفاهم السوق قوي، وهناك انت مش قادر توصل للفورمال الصح. فيور بيتر اوف انك تكمل في مصر وتدوس بنزين في مصر. وانا مقتنع ان انت لحد النهارده تقدر تعمل شركات كبيره جدا في مصر، بس الاكسبانشن ده في شركات هتعرف تنجح وتعمله، وفي ناس مش هتعرف. بس اهم حاجه ان انت تاخد القرار الصح، امتى تستوب لوس، يعني انت جربت وما نجحتش امتى توقف، او ان انت لو لقيت ان البوادر بتنجح انك تبتدي بقى تروح اول ان، يعني بس ما تبقاش من داي 1 اول ان دي. صح. الاكسبانشن بره دي حاجه صعبه. يعني لازم يبقى اولا الهوم ماركت بتاعك على ستادي فوتنج وماسك نفسه، عشان انت غالبا هيبقى الليدرشيب هتبقى ديستراكتد بالماركت الجديد، فانت مش عايز بقى عارف تثبت الجاكيت هيضرب البنطلون وده اللي بياكلك عيش يعني. فدي مشكله. التشالنج الثانيه بتبقى ان انت لما تروح تفتح مكتب او اوبريشن في بلد جديده، how do you make sure ان دي شاربه الكالتشر والمبادئ بتاعت الشركه بتاعتك، مش مجرد شركه جديده عليها نفس الاسم بس على الباب او على الحيطه، بس مش واخده الدي ان اي ده. فده يساند بقى ناس من الاوريجينال كونتري للبلد الجديده عشان يعملوا زي عارف اكسبورتنج كده للكالتشر والمايند سيت والشركه بتوبريت ازاي ولا لا. واللي بجد الناس مش فاهماه اوبريشن، لان الكالتشر مش احنا بنكلم بعض ازاي او المكتب عامل ازاي والحاجات دي والبين باجز والكلام ده كله. لا، الفكره كلها في احنا بنبيع ازاي، احنا الكاستمر سبورت نفسه بيتعامل مع كلاينت ازاي، الليد تايمز بتاعتنا عامله ازاي، حتى في التك تيم. يعني الكالتشر از هاو وي ورك. فانا لو رحت فتحت في السعوديه ولا في دبي وتيم ما عندوش الدي ان اي بتاع مصر اللي نجحني في مصر، اصلا مش عارف اتكلم مع بعض. ده مبدئيا من اكبر الغلطات اللي حصلت لما احنا كبلد فروم ماكرو برسبكتيف كنا في حته مش احسن وقت لينا. كان اي شركه عشان كان يبقى بيلاقي بديل ان هو يفند ريز يقول لك انا طالع اوبريت في اكس اوبريت في واي، لمجرد انه يعرف يلم فلوس، مش انه هو مقتنع ان هو محتاج يروح البلد الفلانيه. بالظبط. ودي يعني زي اكبر غلطه. يعني ناس كتير اكشن من بقى اللي احنا كنا حاطين معاهم فلوس، هو موجود في البلد عشان يعرف يفند ريز، مش ان هو ماشي كويس كبراندنج. لا اصل انا باوبريت هنا وهنا. انا باوبريت هنا وهنا. حقيقي انت مش بتوبريت هناك، انت بتخسر هناك وعندك ماركت كسبان هنا. انت مضحي بالكونسوليديشن بتاع انك يبقى عندك حاجه واحده ناجحه وشاطره لمجرد انك تعرف تلم فلوس. طب انت عامه الشركه دي اتعاملت معاها ازاي ان انت تقنع بوث الفاوندر ان هو محتاج يركز في ماركت واحد، والبورد اللي اكيد في ناس من البلد التانية؟ عرفت؟ ما خلي بالك انت مثلا في السيتويشن دي الناس اللي من البلد التانية دي كانت اصلا شايفاك مش مأدي في الماركت التاني جديد ومش عاوز ينفست في مصر، فهو في الاول وفي الاخر هو مش هيسابورتك لا كده ولا كده. فبالتالي اللي هيجي يسابورتك اللي مقتنع باللي انت بتقدمه في البلد الام بقى اللي انت ناجح فيه. صح. فكان ما عندناش مانع انك تجرب، بس حط ستوب لوس معينه. يعني انا النهارده هجرب من مثلا من النهارده ل6 شهور، لو ما فيش اي بروجريشن حقيقي بيحصل هقفلها. يربح تروح تقفل. صح 100%. وعاوز اقول لك بس الفليب سايد بتاع الارجيومنت دي هو ان انت دلوقتي مصر كبلد هذا كوست ادفانتج، بالذات بعد اللي حصل في العمله. فانت لو في فورمولا معينه لو عرفت تظبطها ان مصر هي الباك اوفيس اللي بيخدم على بلاد تانية حواليها، يعني we have some cases that became extremely successful في الموديل ده. صح. بس لازم تبقى رايح for the right reason. صح. وبالرايس موديل. لا وسيكتورز معينه تسمح بده وسيكتورز لا. صح. فلازم تبقى مذاكر السوق كويس قوي وعارف there is a strategic proposition وفي you have a unique proposition في السوق الجديد ده وعندك فرصه. لازم يبقى عندك
اكسبيرمنت كي بي ايز كده اللي هو انا هجرب الفتره دي بالبادجت ده، لو حققت 1 2 3 فيري اوبجكتيفلي واضحه ومحدده without falling in love with it. يعني في ناس ساعات جت فيري emotionally attached للبرودكت الماركت مش عارف ايه. you have to be brutally objective ومتصالح مع نفسك في القرار اللي هو انا لو ما حققتش والله جربته وما نفعتش I will pull the plug وارجع اركز في حاجه تانية. صح.